يا مساء الخير والفل والياسمين عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا فاطمة ودي قناتي فاطمة كيتشن. ان شاء الله القناة تعجبكم وتستفادوا منها ولو شيء بسيط. تعالوا بقى كده نشوف طبق الفول السكر ده. دمسنا فول النهاردة. طبعا ايام الصيام بدأت، بتاعت شهر رجب. كل سنة وانتم طيبين. فلازم بقى ايه السحور لازم نتسحر، طبعا لازم صيام يبقى لازم نتسحر. الفول ده طريقته سهلة جدا جدا، وانا من عشاق الفول اللي في البيت. تعالوا كده نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونسمي الله، وتعالوا نشوف انا عملته ازاي. في الاول جبت نص كيلو فول، تدميس. يعني انا بروح اقول كده للعطار انا عايزه فول ادمسه يعني. فاداني الفول ده، نقيته كويس جدا وغسلته كويس قوي وحطيته في البوله دي. وبصوا بقى التركايه دي، انا بحطه كده وبحط عليه ميه مغليه. شايفين مغليه ازاي؟ مغلية خالص، يعني مش دافية ولا حاجة، مغلية. لازم التركاية دي بتخليه يستوي أسرع وأسهل. وبعد كده قفلته بالستريتش راب زي ما انتم شايفين كده، واسيبه بالطريقة دي كده يعني 6 ساعات. يعني انا حطيته وانا بعمل الغدا قبل بيوم، وبعد كده حط يعني عبال ما خلصت الاكل وكده كانت المغرب. رحت بدأت بقى اشتغل فيه، علشان ان شاء الله كده على اخر الليل على السحور يكون استوى وبقى حلو. كده بقى بدأت اشتغل فيه، كان بعد المغرب زي شايفين بقى كده. شايفين؟ نفش وكبر وبقى حلو قوي ازاي. بس طبعا شفتوا المية اللي نزلت منه. لازم بقى اغسله كويس تاني، اغسله كويس جدا واصفيه كويس قوي قوي. الطريقة دي اللي انا نقعته في مية سخنة بتسهل عليا جدا طريقة السوا بتاعته. يعني الفول في العادة بياخد حوالي 6 ساعات على النار، لكن او 4 ساعات يعني لو انت نقعاه قبل بليلة يعني. لكن الطريقة دي والله والله بأمانة اخد معايا ساعتين ونص. وهوريكم شكله عامل ازاي بعد ما استوى. بصوا شكله عامل ازاي كده. انا غسلته كويس قوي قوي قوي. وتعالوا بقى نحط التحابيش بتاعته اللي انا بعشقها. الفول عندي لو ما تحطش عليه التحابيش دي ماكلوش. يعني انا اصلا مش من عشاق، يعني بحب الفول جدا بس مش بحب اجيبه من بره. اولا مش بيبقى متحبش التحبيشه دي، ومش ضامنه نظافته وغسيله وكده. فانا بحبه جدا جدا من البيت، بيبقى اطعم بصراحه بكتير قوي. عندي بقى كام تريكايه كده بحطها فيه، وهقول لكم انا بحطها ليه وما بحطش ايه. يعني في حاجات بتتحط انا ما بحبهاش. الاول حطيته في الحله كده. اول تريكايه، الحله ما تبقاش كبيره قوي، يعني ما يبقاش كده الحله هو عايم فيها. فلما يجي يستوي مبقاش حلو. يعني احنا طبعا عارفين الدماسه بتبقى ضيقه كده، فبتسوي الفول احلى واطعم. فلما بيبقى في حله كبيره مش بيبقى حلو خالص، بيتوه في الحله كده وبياخد سوا كتير جدا. فانا بحب احطه في حله صغيره. حطيت على النص كيلو فول اللي هو بقشره ده، حطيت عليه ربع كيلو او اقل شويه فول مدشوش اللي هو الفول المتقشر. وحطيت عليه كمان حوالي كبشه كده من العدس الاصفر. غسلتها كويس قوي وغسلت الفول المدشوش ده كويس جدا وحطيتها عليه. طبعا دول بيخلوا الطعم واللون والشكل والقوام بتاعه في حته تانية خالص. بصوا بقى اللي انا حطيته ده جزر مبشور، انا بشراه وحطاه في الفريزر. ما كانش عندي يعني صابح، فحطيت اللي هو من الفريزر عادي يعني. مش هيجرى له اي حاجه. الجزر المبشور بيخلي له طعم تاني بصراحه. دي طماطمايه مبشوره. مبشوره. ما بحبش احطها سليمه بصراحه. في ناس بتحطها كده 4/4 وتحطها وتقولها تستوي، لا، ما بتستويش خالص. يعني بتستوي بتعمل قشره كده ومش بتبقى حلوه خالص. انا ما بحبهاش، لازم تبقى مبشوره كده تدي طعم ويعني قوامها بيبقى حلو قوي، كله بيتوه في بعضه بقى كده، ما بيبانش اي حاجه خالص. طيب انا ما عنديش طماطم بصراحه، يعني اعمل ايه؟ حطي معلقه صلصه، معلقه صلصه هتقوم بالواجب وتبقى حلوه جدا. ما ينفعش تحطي فيه ليمون، انا ما بحطش فيه ليمون طبعا عشان ما يمررش. ما بحطش ملح، ما بحطش ملح. اهم حاجه اني ما بحطش ملح على الفول عشان الفول يستوي. حطيتها دي اقل من ربع معلقه كركم. اقل من ربع معلقه. ليه بحط الكركم ده؟ علشان خاطر ما يسودش مني، ما يبقاش اسود خالص وما يتاكسدش خالص خالص خالص، ويفضل لونه كده فاتح وجميل قوي. حطيت كمان كمون. الكمون ما بيحطش عشان ما يمررش. قلنا الكمون وليمون بيمرروا لو قعدوا طبعا فتره طويله ان هم يستووا. الملح ما بيتحطش خالص خالص عشان خاطر يستوي كويس جدا، لان الملح بيقلل سواه.
مش بحط بقى مكعب مرقه ولا بحط اي حاجه ولا بحط بصلايه ولا اي حاجه خالص. ده اطعم فول، وده الفول بقى كلي منه بقى وايه مش هتشبعي منه خالص، لان ده الطريقه دي بتخليه تحفه. اعمليه بطريقتي كده وجربيه وقولي لي هيبقى عامل ازاي. خطير. حطيت له برده ميه مغليه زي ما انتم شايفين. طبعا انا هزود ميه تاني، لكن البراد اللي كان معايا يعني هحط تاني ميه، يعني هغلي ميه تاني واحطها عشان انا بحب الميه بتاعته كتير قوي. هحطه بقى على النار. اول ما يغلي اول غلوه هروح نقليه على عين صغيره خالص، اصغر عين في البوتاجاز، وهوطي عليه كمان خالص سمسمه بقى كده، واسيبه يعيش حياته مع نفسه كده. هوريهولكوا ساعه بساعه كده وهوريهولكوا. هو اخد معايا بالظبط ساعتين ونص كده. اخد اول غلوه وطيت عليه، وانا بقى كده وهو على البوتاجاز كده، البراد محطوط على العين التانية برضو متوطي عليه خالص، خاطر كل ما يعوز ميه احط له مغليه. ما احطش ميه من الحنفيه، ما احطش ميه هاديه حتى ولا بارده شويه، لازم تكون ميه مغليه. بصوا بقى كده، دي بعد اول ساعه. لا اخفي عليكم سرا ان هو بهدل البوتاجاز فار وبهدل البوتاجاز بصراحه. بس هو لازم يتعمل في حله صغيره، يعني هو كده لازم الفول يتعمل في حله محندقه كده، ما بتبقاش واسعه ولا كبيره يعني. شايفين بقى كده، كده قوامه كده بعد ساعه بالظبط. اقول لكم بعد الساعه التانية كده قوامه بدأ تاني يستوي ويتقل شويه، وبدات اتك على الفول الاقي ان الفول استوى خالص، يعني قوامه خلاص بقى مستوي خالص. برضو تكيت عليه شويه كمان وسبته يكمل بقيه سواه. طبعا زي ما انتم شايفين لا باين جزر من طماطم لا ولا باين اي حاجه خالص، ولا عدس ولا فول، كله كده راح في بعضه وبقى طعم جدا جدا جدا. هنا بقى بعد ما خلاص اخد الساعتين ونص، شايفين القوام، شايفين السمك بتاعه استوى بقى خلاص كده. تحفه. احلى طبق فول تاكلين ان شاء الله من ايدي. جربيه بطريقتي دي ومش هتندمي والله العظيم، بأمانة ان شاء الله مش هتندمي، وربنا يحسن ما بين ايديكم قدما. بس تحفة. شايفين الطريقة عاملة ازاي؟ شايفين قوامه؟ خطير. طبعا من احلى حاجة بتتعمل في البيت واسهل، وبيبقى موجود في البيت وانضف بصراحة. تعالوا بقى نعمل كده طبق فول حلو كده نوريكم ازاي بيبقى قوامه وسمكه بصراحة. انا كنت يعني انا عملت منه وهو لسه على النار، يعني كان لسه انا مولعه عليه، يعني شغال لسه مولعه عليه. هو اخد ساعتين ونص بالظبط، والله ساعتين ونص وحوالي 6 ساعات في النقع. حلو قوي 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 قوي. وطلع زي ما كده ماما بتقول ربنا يديها الصحة عجمية، فول عجمية، يعني فول مستوي كده على الاخر. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ تعالوا بقى كده نحبشه، نحط له بقى كده بهاراته ونحط له حاجته، نعصر له الليمون. شايفين بالشوكة؟ مفيش، مستوي خالص خالص خالص. وشايفين لونه؟ ربع معلقة الكركم اللي انا حطيتها دي هتخلي يعني لونه ده كده ما يتغيرش نهائي، هيفضل كده لاخر معلقة في الفول هتفضل باللون ده. عصرت الليمون، هحط الملح، كمون، حبة كزبرة ناشفة، حبة زيت، وكلي احلى طبق فول. طبعا هنا عايزه اقول لكم ان الطبق ده انا اتسحرت بيه علشان كان اول يوم صيام. طبعا الفيديو ده معمول بقاله كام يوم، يعني بقى من ساعه ما بدأنا صيام شهر رجب. كل سنه وانتم طيبين. كده بقى انا حطيت كده كل حاجته كده، حطيت الطحينه. طبعا الطحينه دي انا هعملها لكم في مره، اللي هي الطحينه بتاعت العربيات بصراحه بتبقى تحفه. ليها كده تتبيله كده معينه وكل حاجه. انا طبعا ما عملتهاش، انا حطيت طحينه عاديه، بس في مره هعملها لكم طبعا لشهر رمضان الكريم بقى بتبقى تحفه في السحور. شايفين عامل ازاي؟ شايفين اللون؟ شايفين اللون؟ انا بسجل الصوت وانا صايمه، ما يرضيش ربنا كده، عشان انا بعشق الفول، بحبه جدا جدا. تعالوا بقى كده نشوفه. طبعا عجب الاولاد جدا جدا جدا، هم من عشاق الفول زي طبعا زي باباهم. عجبوهم جدا 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 وقعدوا كلوا يعني منه. وطبعا حطيته في التلاجة عادي خالص. انا عامله مش عامله كميه كبيره، لو عامله كميه كبيره بحط منها اكياس في الفريزر وبطلعها على قد الاكل. بس انا مش عامله كميه كبيره، يعني هي الكميه دي يعني
هتقضي معايا اسبوع تقريبا. فيعني في التلاجة كان موجود كده على طول، يعني لو عايزين يتعشوا او حاجة انا كنت بعمل لهم منه. طريقته حلوة جدا وسهل جدا جدا جدا، ومن احلى حاجة تأكلها للاولاد، وجميل بصراحة، يعني مفيش كلام يتقال عليه يعني. حطيت له بقى هنا الزيت وحطيت له كل حاجته وبس. تعالوا بقى كده ندوق لقمة كده بسيطة كده. شايفين قوامه، شايفين اللون بتاعه. طبعا عايزة تعمليه ببيض، تعمليه بسلطة، تعمليه بليمون وزيت ومعلقة زبدة، او معلقة زبدة قصدي. تبقى تحفة، يعني كل واحد ياكله بالطريقة اللي تريحه. وبس كده. كده يكون خلص فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش دوسي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك ان شاء الله مني كل جديد. وباي باي.